أحد الثقات قائلا አንድ ታማኝ ሰው እንዲህ ሲላው جلست مع شيخ ከሚታወቅ معروف ሸገር ተቀማምጬ فأخبرني هذا ይህን الخبر ገጠመኝ አጫወተኝ يقول الشيخ ሸኹ አለ جاءني رجل አንድ ሰው ወደኔ መጣ وهو يلعن أمه እናቱን እየረገመ جاءني አንድ رجل ሰው ወደኔ መጣ وهو يلعن أمه እናቱን እየረገመ فنهيته عن ذلك ከለከልኩት ከርግማኑ ثم سألته ከዛም ጠየቅኩት ما ذنبها ምንድነው ጥፋቷ وما جرمها ምንስ ነው ወንጀሏ وما هي ምንስ ነው خطيئتها ስህተቷ አልኩት قال አለ عملت سحرا ሚስቴ ላይ لزوجها ድግምት ሰራችባት قلت وكيف عرفت አልኩ እንዴት አወክ كيف عرفت أنها እንዴት هي አወክ እሷ መሆኗን قال زوجتي አለ أخبرتني ሚስቴ بذلك ነግራኛለች እሷ መሆኗን وهي تنكر ذلك እሷ ግን يعني الأم. ትክዳለች አለኝ ማለትም قلت እናት عجبا ይገርማል አልኩ تصدق زوجتك ሚስትህን ታምናለህ وتكذب أمك እናትህን ታስዋሻለህ يقول الشيخ ሸኹ ይላል فطلبت رؤية እናቱን أمك ለማየት ፈለግኩ فجاء بها ابنها الأكبر ትልቁ ልጇ ይዟት መጣ وجمعت بينهم በአንድ ሰበሰብኳቸው وكثر النقاش ጭቅጭቁ ጦፈ وطال الحوار ክርክሩ ሰፋ ونفسي تحدثني ነፍሴ ትነግረኝ يعني ጀመር الشيخ. ማለትም ሸኹ ونفسي تحدثني ነፍሴ ትነግረኝ ጀመር أن الزوجة ሚስት كاذبة. እየዋሸች እንደሆነ سمعت من الأم ከእናቴ ጋር أيمانا ለቅሶንና መሐላን አደምጣለሁ يدل على صدقها እውነተኝነቷን የሚያሳብቅ وأصرت الزوجة ሚስትም ድርቅ ألا አለች تقبل اليمين من የእናትየውን መሐላ إلا እንደማትቀበል في بيت الله መካ الحرام ሐረም ሄዳ ካልሆነ فقلت በስተቀር لهم እኔም አልኳቸው بعد أن أصرت زوجة እሷ الابن ከደረቀች በኋላ اذهبوا إلى بيت الله ወደ الحرام ቤተላህ አልሐረም ثم ሄዱና طلبت ማሉ رقم هاتف الابن ከዛም ትልቁ الأكبر ልጇን ስልክ فاتصلت ተቀበልኩት به بعد يومين ከሁለት ቀናት فقال በኋላም ደወልኩለት ذهبنا لبيت الله ወደ الحرام ቤተላህ አልሐረም ሄደን ودعت ነበር أمي على نفسها እናቴ ራሷ ሄዶ አደረገች እናቴ ራሷ ሄዶ ألا አደረገች تعود إلى ወደ بيتها ቤት إن كانت እንደማትመለስ ይህን ፈጽማ فعلت ከሆነ وتضرعت إلى الله ወደ አላህም أن ጮኸች ينتصر لها من አላህ ابنها የልጇንና وزوجها የሚስቱን ሐቅ إن كانت እንዲያሳያት ነው مظلومة እውነት ተበድላ يقول ከሆነ الابن للشيخ ልጁ ይላል ثم عدت ከዛም بأمي ወደ እናቴ ተመለስኩ وضموعها على እንቧ خدودها ጉንጮቿ ላይ فلما ፈሳ وصلنا ልክ ስንደርስ وجدنا الخبر أمامنا ጉዳዩ في ቤታችን بيتنا ውስጥ ፊት ለፊት أن አገኘነው أخي وزوجته ወንድሜና ሚስቱ ماتا على إثر حادث لهما في በደረሰባቸው الطريق ድንገተኛ አደጋ መንገድ ላይ ሞቱ فلما وصلنا በደረስን ጊዜ وجدنا الخبر أمامنا ፊታችን አየነው أن أخي وزوجته ወንድሜና ሚስቱ ماتا على إثر حادث لهما في الطريق መንገድ ላይ በደረሰባቸው አደጋ ሞቱ أما قال الله አላህ አላለምን ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل አላህን በዳዮች الظالمون በሚሰሩት ተግባር ላይ ዝንጉ አድርገህ አታስብ كيف إذا كان المظلوم أما أو أبا እንዴት ነው ታዲያ ተበዳዩ እናት ወይም አባት ሲሆን اتق الله يا زوجة الابن አላህን ፍሪ የልጅ ሚስት اتق الله يا زوجة الابن አላህን ፍሪ የልጅ ሚስት اتق الله في أم አላህን زوجك ፍሪ በባልሽ እናት ላይ فأنت አንቺ عندك أم እናት አለሽ تريدين أن تبرها ልታገለግያቸው ትፈልጊያለሽ وهو مطالب ببر እሱም أمه ሊያገለግላቸው ነው የፈለገው بل حقها እንደውም ሐቅ أعظم አላቸው حق عليه بعد ከአላህ حق ሐቅ الله. ቀጥሎ ትልቁ ሐቅ فلولاها ما كان እንደው ባይሆንስ هل أنت التي حملتي አንቺ ነሽ እንደ ያረግሽው هل أنت التي ربيتي አንቺ ነሽ እንደ ያሳደግሽው هل أنت التي احتضنتي አንቺ ነሽ እንደ ያዘልሽው اتق الله يا زوجة الابن አላህን ፍሪ አንቺ የልጅ ሚስት